المجموعة الكاملة مؤلفات الأستاذ العقاد، المجلد الثاني، العبقرية الإسلامية، عبقرية الإمام علي والحسين أبو الشهداء وفاطمة الزهراء والفاطميون. طبعا الأولى سنة 74، دار الكتاب اللبناني، بيروت. عبقرية الإمام علي، في كل ناحية من نواحي النفوس الإنسانية ملتقى بسيرة علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، لأن هذه السيرة تخاطب الإنسان حيثما اتجه إليه الخطاب البليغ من سيرة الأبطال والعظماء، وتثير فيه أقوى ما يثيره التاريخ البشري من دروب العطف ومواقع العبرة والتأمل. في سيرة ابن أبي طالب ملتقى بالعاطفة المشبوبة والإحساس المتطلع إلى الرحمة والإكبار، لأنه الشهيد أو الشهداء يجري تاريخه وتاريخ أبنائه في سلسلة طويلة من صراع الجهاد والهزيمة، ويتراءون للمتتبع من بعيد واحدا بعد واحد شيوخا جللهم وقار الشيب ثم جللهم السيف الذي لا يرحم، أو فتيانا عوجلوا وهم في نضرة العمر يحال بينهم وبين متاع الحياة، بل يحال بينهم أحيانا وبين الزاد والماء، وهم على حياض المنية جياعا ظما أوشك الألم لمصرعهم أن يصبغ ظواهر الكون بصبغتهم وصبغة دمائهم، حتى قال شاعر فيلسوف كأبي العلاء: لا يظن به التشيع، بل وظنت بإسلامه الظنون، وعلى الأفق من دماء الشهيد ابن علي ونجله شاهدان، فهما في أواخر الليل فجر فجران، في أولياته شفقان، وعلى الأفق من دماء الشهيد ابن علي ونجله شاهدان، فهما في أواخر الليل فجران وفي أولياته شفقان. وهذه غاية من اتزاج العاطفة بتلك السيرة، قلما تبلغها في سيرة الشهداء غاية، وكثيرا ما تتعطش إليها سرائر الأمم في قصص الفداء التي عمرت بها تواريخ الأديان. وفي سيرة ابن أبي طالب ملتقى بالخيال، حيث تحلق الشاعرية الإنسانية في الأجواء أو تغوص في الأغوار، فهو الشجاع الذي نزعت به الشاعرية الإنسانية منزع الحقيقة ومنزع التخيل، واشترك في تعظيمه شهود العيان وعشاق الأعاجيب. ألم يحارب المردة في فلواتهم؟ ألم يخلق له الرواد أندادا من المناجزين والمبارزين؟ لم يخلقهم الله؟ ألم يستصغر عليه المحبون الغالون في الحب أن يصرع من عرفنا من خصومه، فأنشأوا له من الخصوم المغلوبين من لم يعرفهم ولم يعرفوه؟ ألم يوشك من وصفوه ووصفوا وقائعه وفتكاته أن يلحقوا بأبطال الأساطير، وهو أصدق الأبطال في أصدق مجال؟ وتلتقي سيرته عليه رضوان الله بالفكر كما تلتقي بالخيال والعاطفة، لأنه صاحب آراء في التصوف والشريعة والأخلاق سبقت جميع الآراء في الثقافة الإسلامية، ولأنه أحجى الخلفاء الراشدين أن يعد من أصحاب المذاهب الحكيمة بين حكماء العصور، ولأنه أوتي من الذكاء وهو أشبه بذكاء الباحثين المنقبين منه بذكاء الساسة المتغلبين، وهو الذكاء الذي تحسه في الفكرة والخاطرة قبل أن تحسه في نتيجة العمل ومجرى الأمور. والذوق الأدبي أو الذوق الفني ملتقى بسيرته كملتقى الفكر والخيال والعاطفة، لأنه رضوان الله عليه كان أديبا بليغا له نهج من الأدب والبلاغة يقتدي به المقتدون، وقسط من الذوق مطبوع يحمده المتذوقون، وإن طالت بينه وبينهم السنون، فهو الحكيم الأديب والخطيب المبين والمنشئ الذي يتصل إنشاؤه بالعربية ما اتصلت آيات الثاهرين والناظمين. ولنفس الإنسانية وحيها الكثيرة غير نواحي العطف والتخيل والتفكير والتذوق الحسن الجميل من التعبير، فمن نواحيها الكثيرة ناحية لم تنقطع قط في زمن من الأزمان، وهي ناحية الخلاف بين الطباع والأذهان، أو ناحية الخصومة الناشبة أبدا على رأي من الآراء أو حق من الحقوق أو وطن من الأوطان. فقد يفتر العقل والذوق بعد حين، وقد يفتر الخيال والعاطفة بعد حين، ولكن الذي لم يفتر قط ولا نخاله يفتر في حين من الأحيان خصام العقول وضلال الألسنة واختلاف المختلفين وتشيع المتشيعين. وإن ها هنا المجال الرغيب والملتقى القريب في سيرة هذا الإمام الأوحد التي لا تشبهها سيرة في هذه الخاصة بين شتى الخواص. ورضوان الله عليه قد قال في ذلك أوجز مقال حين قال:
ليحبني أقوام حتى يدخلون النار في حبي، وليبغضني أقوام حتى يدخلوا النار في بغضي. وحين قال: يهلك في رجلان، محب مفرط بما ليس في، ومبغض يحمله شنآني على أن يبهتني. وصدق الإمام الكريم في غلو الطرفين من محبيه ومن مبغضيه، وأدغل من حب بعضهم إياه أن رفعوه إلى مرتبة الآلهة المعبودين، وبلغ من كراهية بعضهم إياه أن حكموا عليه بالمروق من الدين. هنا الروافض الغلاة يعبدونه وينهاهم عن عبادته فلا يطيعونه، ويست ويستتيبهم فيصرون على الكفر أي إصرار، ويأمر بإحراقهم فيقولون هم يساقون إلى الحفيرة الموقودة إنه الله وإنه هو الذي يعذب بالنار. وهناك الخوارج الغلاة يعلنون كفره ويطلبون منه التوبة إلى الله عن عصيانه، ويسبونه على المنابر كما سبه خصومه الأمويون الذين خالفوه في العقيدة ووافقوهم على استباب. ميدان من ميادين الملاحة لم يتسع قط ميدان متسع في تواريخ الأبطال المعرضين للحب والبغضاء، يقول أناس إله ويقول أناس كافر مطرود من رحمة الله. وناحية أخرى من نواحي النفس الكثيرة تلاقيها سيرة الإمام في أكثر من طريق، وتلك هي ناحية الشكوى والتمرد، أو ناحية الشوق إلى التجديد والإصلاح. وقد أصبح اسمه على علم يلتف به كل مغصوب، وصيحة ينادي بها كل طالب إنصاف. وقامت باسمه الدول بعد موته لأنه لم تقم له دولة في حياته، وجعل الغاصبون على كل مجتمع باغ وكل حكومة جائرة يلوزون بالدعوة العلوية كأنها الدعوة المرادفة لكلمة الإصلاح، أو كأنها المنفس الذي يستروح إليه كل مقضوم. فمن نازع في رأي ففي اسم على شفاء لنوازع نفسه، ومن ثار على ضيم ففي اسم على حافظ لثورته ومرضاة لغضبه. ومن واجهة التاريخ العربي بالعقل أو بالذوق أو بالخيال أو بالعاطفة هناك ملتقى بينه وبين علي في وجه من وجوهه وعلى حالة من حالاته، وهي تلك الميزة التي انفرد بها تاريخ الإمام بين تواريخ الأئمة الخلفاء، وأصبحت بينه وبين قلوب الناس وشائج تخلقها الطبيعة الآدمية انقصر في خلقها التاريخ والمؤرخون. وكل ملتقى من هذه الملتقيات يدعى الكاتب في حذر ما بعده من حذر، لأنه اشتباك العوامل النفسية يزيد صعوبة الباحث عن نفس من النفوس ولا ينقصها أو يؤول بها إلى البساط والوضوح. وكلما قلت هذه العوامل وانحصرت في ناحية من النواحي سهل الخلوص إلى مقطع الحق فيها. فالبطل الذي يلتقي بالفكر وحده أسهل من البطل الذي يلتقي بالفكر والعاطفة، وإن هذا الأسهل من الذي يلتقي بالفكر والعاطفة والخيال. وكل أولئك أسهل ممن يلتقي في 1000 سنة متوالية بدخائل النفوس جميعا من طموح إلى المثل الأعلى، أو حرص على الملاحات، أو شغف بالبلاغة، أو رياضة على التقوى، مزيدا على الخيال والشعور والتفكير. لهذا نعلم غير مترددين في علمنا أن واجبنا في عبقرية الإمام مرسوم الغاية والطريق، وواجب التبسيط والقصد إلى الخطة الوسطى. وفي علمنا بهذا بعض التيسير وإن لم يكن فيه كل التيسير. نرجع بعبقرية الإمام إلى الحقيقة الوسطى، نرجع من 20 طريق إلى بداية واحدة، لأنه الطريق الواحدة لا تؤدي إليها أقرب أداء، وحسبنا نعرف ضرورة الرجوع من كل هذه الطرق إلى تلك البداية المقصودة. فعلى بركة الله. صفاته المشهور عن علي كرم الله وجهه أنه كان أول هاشمي من أبوين هاشميين، فاجتمعت له خلاصة الصفات التي اشتهرت بها هذه الصفة الكريمة، وتقاربت سماتها ملاحا وملامحها في كثير من أعلامها المقدمين، وهي في جملتها النبل والأيدي والشجاعة والمروءة والذكاء على المأثور من سماتها الجسدية التي تلاقت وتقاربت في عدة من أولئك الأعلام. فهو ابن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف. وقيل أن اسمه الذي اختارته له أم حيدر باسم أبيها أسد، والحيدر هو الأسد، ثم غيره أبوه فسماه عليا وبه عرف واشتهر به ذلك. وكان على صغر سن أبناء أبويه أصغر أبناء أبويه وأكبر منه جعفر وعقيل وطالب، وبين كل منهم وأخيه 10 سنين. قيل أن عقيلا كان أحب هؤلاء الأخوة إلى أبيه، فلما أصاب القحط قريشا وأهب رسول الله بعميه حمزة والعباس أن يحملوا ثقل أبا طالب في تلك الأزمة، جاءوا وسألوه أن يدفع إليهم ولده ليكفوا أمرهم، فقالوا دعوا لي عقيلا، وخذوا
وخذوا من شئتم. فأخذ العباس طالبا، وأخذ حمزة جعفر، وأخذ النبي عليا كما هو مشهور، فعوضه إيثار النبي بالحب عن إيثار أبيه، ولكنه عرف هذا الإيثار في طفولته الأولى، فكانت سابقة باقية الأثر في نفسه على ما يبدو من أطوار حياته التالية، وجاءت لهذه السابقة لواحقها الكثيرة على توقع واستعداد، فتعود أن يفوته الحق والتفضيل وهو يدرك في صباه. وربما صح من أوصاف علي في طفولته أنه كان طفلا مبكر النماء سابقا لأنداده في الفهم والقدرة، لأنه أدرك في السادسة أو السابعة من عمره شيئا من دعوة النبوية التي يدق فهمها والتنبه لها على من كان في مثل هذه السن المبكرة، فكانت له مزايا التبكير في النماء كما كانت له أعباؤه ومتاعبه التي تلازمه أكثر المبكرين، ولا سيما المولودين منهم في شيخوخة الآباء. وناش رضي الله عنه رجلا مكين البنيان في الشباب والكهولة، حافظا لتكوينه المتين حتى ناهز الستين. قال واصفوه وهو في تمام الرجولة أنه كان رضي الله عنه ربعة أميل إلى القصر، آدم أي أسمر شديد الأدمة، أصلع مبيض الرأس واللحية طويلها، ثقيل العينين في دعج واسعة، حسن الوجه واضح البشاشة، أغيد كأنما عنقه إبريق فضة، عريض المنكبين لهما مشاشة كمشاش السبع الضاري، لا يتبين عضده من ساعده، قد أدمجت إدماجا. وكان أبجر أي كبير البطن، يميل إلى السمنة في غير إفراط، ضخم عضلة الساق دقيق مستدقها، ضخم عضلة الذراع دقيق مستقلقها، شيء الكفين يتكفأ في مشيته على نحو يقارب مشية النبي، ويقدم في الحرب فيقدم مهرولا لا يلوي على شيء، وتدل أخباره كما تدل صفاته على قوة جسدية بالغة في المكانة والصلابة على العوارض والآفات، فربما رفع الفارس بيده فجلد به الأرض غير جاهل ولا حافل، ويمسك بذراع الرجل فكأنه أمسك بنفسه فلا يستطيع أن يتنفس، واشتهر عنه أنه لم يصارع أحدا إلا صرعه، ولم يبارز أحدا إلا قتله، وقد يزحزح الحجر الضخم لا يزحزح إلا الرجال، ويحمل الباب الكبير يعي بقلبه الأشداء، ويصيح الصيحة فتنخلع لها قلوب الشجعان. ومن مكانة تركيبه رضي الله عنه أنه كان لا يبالي الحر والبرد، ولا يحفل الطوارئ الجوية في صيف ولا شتاء، فكان يلبس ثياب الصيف في الشتاء وثياب الشتاء في الصيف. وسئل عن ذلك فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلي وأنا أرمد العينين يوم خيبر، فقلت يا رسول الله إني أرمد العينين، فقال اللهم أذهب عنه الحر والبرد، فما وجدت حرا ولا بردا منذ يومئذ. ولا يفهم من هذا أنه رضوان الله عليه كان معدوم الحس بالحر والبرد، بالغا ما بلغت بهما القسوة والإيذاء، قد كان يرعد البرد إذا اشتدت، ولم يتخذ له عدة من دثار يقيه. قال هارون بن عنترة عن أبيه دخلت على علي بالخورنق وهو فصل شتاء وعليه خلق قطيفة وهو يرعد فيه، فقلت يا أمير المؤمنين الله جعل لك ولأهلك في هذا المال نصيب وأنت تفعل هذا بنفسك. فقال والله ما أرزقكم شيئا، وما هي إلا قطيفة التي أخرجتها من المدينة، فليس هو انعدام حس بالصيف والشتاء، إنما هي مناعة قوية خصت بها بنيته لم يخص بها معظم الناس، وكان إلى قوته البالغة شجاعا لا ينهض له أحد في ميدان مناجزة، فكان لجرأته على الموت لا يهاب قرنا من الأقران، بالغا ما بلغ من الصولة ورهبة الصيد، واجترأ وفاة الناشئ على عمرو بن ود فارس الجزيرة العربية الذي كان يقوم ب1000 رجل عند أصحابه وعند أعدائه، وكانت واقعة الخندق، فخرج عمرو مقنعا في الحديد ينادي جيش المسلمين من يبارز، فصاح علي أنا له يا نبي الله، قال النبي وبه إشفاق عليه إنه عمرو، اجلس. ثم عاد عمرو ينادي على رجل يبارز، وجعل يؤنبهم قائلا أين جنتكم التي زعمتم أنكم داخلوها إن قتلتم، أفلا تبرزون إلى رجل؟ فقام علي مرة بعد مرة وهو يقول أنا له يا رسول الله، ورسول الله يقول له مرة بعد مرة اجلس إنه عمرو، وهو يجنبه. وإذا كان عمرا
حتى إذن له فمشى إليه فرحا بهذا الإذن الممنوع كأنه الإذن بالخلاص. ثم نظر إليه عمرو فاستصغره وأنف أن يناجزه، وأقبل يسأله: من أنت؟ قال ولم يرد: أنا علي. قال: ابن عبد مناف. قال: ابن أبي طالب. فأقبل عمرو يقول: يا ابن أخي، من أعمامك من هو أسن، وإني أكره أن أهريق دمك. قال له علي: لكني والله لا أكره أن أهريق دمك. فغضب عمرو وأهوى إليه بالسيف، كان كما قال واصفوه كأنه شعلة نار، واستقبل علي الضربة بقدرته فقده السيف وأصاب رأسه، ثم ضربه علي على حبل عاتقه فسقط ونهض، وسقط ونهض وثار الغبار، فمن جلى إلا عن عمرو صريع، وعلي يجأر بالتكبير، وكأنما كانت شجاعته هذه القضاء الحتم الذي لا يؤسى على مصابه، لأنه أحجى المصائب وأقلها معابة ألا يدفع. فكانت أخت عمرو بن ود تقول على سبيل التأسي بعد موته: لو كان قاتل عمرو غير قاتله بكيته أبدا ما دمت في الأبد، لكن قاتله من لا نظير له، وكان يدعي أبوه بيضة البلد. فكانت شجاعته من الشجاعات النادرة التي يشرف بها من يصيب بها ومن يصاب، ويزيدها تشريفا أنها ازدانت بأجمل الصفات التي تزين شجاعة الشجعان الأقوياء. فلا يعرف الناس حلية للشجاعة أجمل من تلك الصفات التي طلب عليها علي بغير كلفة ولا مجاهدة رأي، وهو التورع عن البغي، والمروءة مع الخصم قويا أو ضعيفا على السواء، وسلامة الصدر من الضغن على العدو بعد الفراغ من القتال. فمن تورعه عن البغي مع قوته البالغة وشجاعته النادرة أنه لم يبدأ أحدا قط بقتال وله مندوحة عنه، وكان يقول لابنه الحسن: لا تدعون إلى مبارزة، فإن دعيت إليها فأجب، فإن الداعي إليها باغي والباغي مصروع. وعلم أن جنود الخوارج يفارقون عسكره ليحاربوه، وقيل له أنهم خارجون عليه فبادرهم قبل أن يبادروك، فقال: لا أقاتلهم حتى يقاتلوني وسيفعلون. وكذلك فعل قبل واقعة الجبل، وقبل واقعة صفين، وقبل كل واقعة صغرت أو كبرت ووضح فيها عداء العدو أو غم، يدعوهم إلى السلم وينهي رجاله عن المبادرة بالشر، فما رفع يده بالسيف قط إلا وقال: بسطها قبل ذلك للسلام. كان يعظ قومه فظهرت عظته بعد الخوارج الذين يكفرونه، فصاح معجبا إعجاب الكاره الذي لا يملك بغضه ولا إعجابه: قاتله الله كافر ما أفقهه. فوثب أتباعه ليقتلوه فنهاهم عنه، وهو يقول: إنما هو بسبب أو عفو عن ذنب. وقد رأينا أنه يقول لعمرو بن ورد: إني لا أكره أن أهريق دمك، ولكنه على هذا لم يرغب في إهراق دمه إلا بعد أن يئس من الإسلام ومن تركه حرب المسلمين، فعرض عليه أن يكف عن القتال فأنف، وقال: إذا تتحدث العرب بفراري. وناشده: يا عمرو، إنك كنت تعاهد قومك ألا يدعوك رجلا من قريش إلى خلتين إلا أخذت منه إحداهما. قال: أجل. قال: فإني أدعوك إلى الإسلام أو إلى النزال. قال: ولم يا ابن أخي؟ فوالله ما أحب أن أقتلك. فلم يكن له بد بعد ذلك من إحدى اثنتين: أن يقتله أو يقتل على يديه. وعلى ما كان بينه وبين معاوية وجنوده من اللذذ في العداء لم يكن ينازلهم ولا يأخذ من ثاراته وثارات أصحابه عندهم إلا بمقدار ما استحقوه في موقف الساعة. فاتفق في يوم صفين إن خرج من أصحاب معاوية رجل يسمى كريز بن الصباح الحميري، فصاح بين الصفين من يبارز، فخرج إليه رجل من أصحاب علي فقتله، ووقف عليه ونادى من يبارز، فخرج إليه آخر فقتله وألقاه على الأول، ثم نادى من يبارز، فخرج إليه الثالث فصنع به صنيعه بصاحبه، ثم نادى رابع من يبارز، فأحجم الناس ورجع من كان في الصف الأول إلى الصف الذي يليه، وخاف علي أن يشيع الرعب بين صفوفه، فخرج إلى ذلك الرجل المدل بشجاعته وبأسه فصرعه، ثم نادى نداء حتى أتم ثلاثا،
صنع بهم صنيعه بأصحابه، ثم قال مسمعا الصفوف: يا أيها الناس، إن الله عز وجل يقول: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، ولو لم تبدؤونا ما بدأناكم. ثم رجع إلى مكانه. إما مروءته في هذا الباب فكانت أندر بين ذوي المروءة من شجاعته بين الشجعان، فأبى علي جنده وهم ناقمون أن يقتلوا مدبرا أو يجهزوا على جيح أو يكشفوا سترا أو يأخذوا مالا، وصلى في واقعة الجمل على القتلى من أصحابه ومن أعدائه على السواء، وظفر بعبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم وسعيد بن الحاص، وهم ألد أعدائه المؤلبين عليه، فعفى عنهم ولم يتعقبهم بسوء. وظفر بعمرو بن العاص وهو أخطر عليه من جيش ذي عدة، فأعرض عنه وتركه ينجو بحياته حين كشف عن سوءته اتقاء لضربته. وحال جند معايا بينه وبين الماء في معركة صفين، وهم يقولون له: ولا قطرة حتى تموت عطشا. فلما حمل عليهم وأجلاهم عنه سوغ لهم أن يشربوا منه كما يشرب جنده. وزار السيدة عائشة بعد واقعة الجمل، فصاحت به صفية مطلحة الطلحات: أيتم الله منك أولادك أيتم الله منك أولادك كما أيتمت أولادي؟ فلم يرد عليها شيئا، ثم خرجت فأعادت عليه ما استقبلته به، فسكت ولم يرد عليها. ثم قال رجل أغضبه مقالا: يا أمير المؤمنين، أتسكت عن هذه المرأة وهي تقول ما تسمع؟ فانتهز وهو يقول: ويحك، إنا أمرنا أن نكف عن النساء وهن مشركات، أفلا نكف عنهن وهن مسلمات؟ وإنه لفي طريقه إذا أخبره بعض أتباعه عن رجلين ينالان من عائشة، فأمر بجلدهما 100 جلدة. ثم ودع السيدة عائشة أكرم وداع، وسار في ركابها أميال، وأرسل معها من يخدمها ويحف بها. قيل أنه أرسل معها 20 امرأة من نساء عبد قيس، عممهن بالعمائم وقلدهن السيوف. فلما كانت بعد الطريق ذكرته بما لا يجوز أن يذكر به، وتأففت وقالت: هتك ستري برجاله وجنده الذين وكلهم بي. فلما وصلت إلى المدينة ألقى النساء عمائمهن وقلن لها: إنما نحن نسوة. وكانت هذه المروءة سنته مع خصومه، من استحق منهم الكرامة ومن لم يستحقها، من كان في حرمة عائشة رضي الله عنها ولم تكن له قط حرمة، وهي أندر مروءة عرفت من مقاتل في وغر القتال، وتعدلها في النبل والندرة سلامة صدره من الضغن على أعدى الناس له، وأضرهم به وأشرهم بالضغن عليه. فنهى أهله وصحبه أن يمثلوا بقاتله وأن يقتلوا أحدا غيره، ورثى طلحة الذي خلع بيعته وجمع الجموع لحربه رثاء محزون يفيض كلامه بالألم والمودة، وأوصى أتباعه ألا يقاتلوا الخوارج الذين شقوا صفوفه وأفسدوا عليه أمره، وكان شرا عليه من معاوية وجنده، لأنه رآهم مخلصين وإن كانوا مخطئين وعلى خطئهم مصرين. وتقترن بالشجاعة، ولا سيما شجاعة الفرسان المقاتلين بأيديهم، صفة لازمة لها متممة لعملها قلما تنفصل عنها، وكأنها والشجاعة أشبه شيء بالنطح بالماء، وكانت والشجاعة أشبه شيء بالنطح للماء أو بالإشعاع للنور. فلا تكن شجاعة الفروسية إلا كانت معها تلك الصفة التي نشير إليها، وهي صفة الثقة أو الاعتزاز أو الإدراع بالهيبة والتهويل على الخصوم، ولا سيما في مواقف النزال. وقد يسميها بعض الناس زهوا، وليست هي به، ولا هي من معدنه وسمته، وإنما شابته في بعض الملامح والألوان. فالزهو المذموم فضول لا لزوم له ولا خير فيه، وهو لون جازع قد يوجد على الضعف مع الضعف كما يوجد مع القوة، وقد يبدو على الجبان كما يبدو على الشجاع. إما هذا الاعتزاز الذي نشير إليه، أو هذه الثقة التي تظهر لنا في صورة الاعتزاز، هي جزء من شجاعة الفارس المقاتل لا يستغني عنه ولا يزال متصلا بعمله في مواجهة خصومه، وهو عرض للقوة يساعد الفارس في إرهاب عدوه وإضعاف عزيمة من يتصدى لحربه. مثله هنا كمثل العروض التي تعمد إليها الجيوش مثل العروض التي تعمد إليها الجيوش لإعلان بأسها وتخويف الأعداء من الاستخفاف بها والهجوم عليها. فهو كالشجاعة أداة ضرورية من أدوات القتال لا تنفصل عنه، وليس كل ما فيها ضربا من الخيلاء يرضي به الشجاع غروره ويتيه به في غير حاجة إلى التيه.
ولهذا تحمس الناس للفخر العسكري من قديم الزمن، وعادوه وتحدثوا به وتناقلوه، فسمحوا للفارس بل لعلهم وأوجبوا عليه أن يروغ من خصمه بالفخر المرعب إذ يتقدم لنزاله، وأن يلاقيه وهو ينشد الأشعار في ذكر وقعاته والتهويل بضرباته والإشادة بغزواته. وعلموا أنهم وقد احتاجوا إلى شجاعته محتاجون كذلك إلى فخره وحماسته وإيقاع الرعب في جنان قرنائه، فشاعت قصائد الفخر والحماسة كما شاعت قصائد الحب والمناجاة، ويحب القصائد القلوب. ومن تؤصل هذه المادة في الطبائع أنها تشاهد في جميع الأحياء فطرة وارتجالا بغير اصطناع ولا تعمد. فلا نرى حيا من الأحياء الناطقة أو العجماء ينازل قرنا له إلا حاول ما استطاع أن يهول بتكبير حجمه واستطالة قدره وإثمار نظره وتنفيش ريشه أو شعره. ويقف الإنسان مثل هذا الموقف فيطيل قامته ويبرز صدره ويدق بيده عليه ويقول بلسان حاله ما يقال باللسان، فإذا هو الفخر والحماسة، وإذا هو عنوان الثقة والإقدام. هذه الصفة لازمة لفرسان الميدان، ولا سيما فرسون العصور الأولى الذين يقفون للقتال وجها لوجه، وينظر أحدهم إلى قرنه وهو يهجم عليه. وكانت هذه الصفة من صفات علي رضي الله عنه، يفهمها من يريد أن يفهم ولا يضيق صدره بفضله، وينكرها من ينفس عليه فيسميها الزهو أو يسميها الجف وهو الخيلاء. قال له قيس بن سعد بعد عزله من ولاية مصر: إنك والله ما علمت لتنظر الخيلاء. ومر الزبير بن عوام مع رسول الله في بني غنيم فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على مقربة منه فضحك له وضحك علي يحييه، فقال الزبير: لا يدع ابن أبي طالب زهوة. قال رسول الله: إن له ليس به زهو لا تقاتلنه وأنت له ظالم، فليس هو بالزهو المكروه، لكنها الشجاعة التي يمتلئ بها الشجاع، والثقة التي تتراءى مكشوفة في صراحتها واستقامتها، لأنه صاحبها لم يتكلف مداراتها ولم يحس أنه يحتاج إلى مداراتها، ولأنه لا يقصدها ولا يتعمد إبداءها. وقد كان مدار هذا الخلق في ابن أبي طالب على ثقة أصيلة فيه لم تفارقه منذ حبى ودرج وقبل أن يبلغ مبلغ الرجال، فما منعته الطفولة الباكرة يوما أن يعلم أنه شيئا في هذه الدنيا، وأنه قوة له جوار يركن إليه المستجير. ولقد كان في العاشرة أو نحوها يوم أحاط القوم القرشيون بالنبي ينذرونه وينكرونه، ويقلب عينه في وجوههم يسأل عن النصير ولا نصير. لو كان بعلي أن يرتع في مقام نجدة أو مقام عزيمة لارتع يومئذ بين أولئك الشيوخ الذين رفعتهم الوجاهة ورفعتهم آداب القبيلة البدوية إلى مقام الخشية والخشوع. ولكنه كان عليا في تلك السن الباكر كما كان عليا وهو في 50 أو 60، فما تردد وهم صامتون مستهزئون أن يصيح صيحة الواثق الغضوب: أنا نصيرك. فضحكوا منه ضحك الجهل والاستكبار. وعلم القدر وحده في تلك اللحظة أن تأييد ذلك الغلام أعظم وأقوم من حرب أولئك القروم. على هذا هو الذي نام في فراش النبي ليلة الهجرة، وقد علم ما تأتمر به مكة كلها من قتل الراقد على ذلك الفراش. وعلى هذا هو الذي تصدى لعمرو بن ود مرة بعد مرة، والنبي يجلسه ويحذره العاقبة التي حذرها فرسان العرب من غير تحذير. يقول النبي: اجلس إنه عمرو، فيقول: وإن كان عمرا، كأنه لا يعرف من يخاف ولا يعرف كيف يخاف ولا يعرف إلا الشجاعة التي هي ممتلئ بها واثق فيها في غير كلفة ولا اكتراث. وتمكنت هذه الثقة فيه لطول ميراث الفروسية التي هي كما أسلفنا جزءا منه وأداة من أدواته، وزادها تمكينا حسد الحاسدين ولجاجة المنكرين. وكلامه خليق أن يعتصم المرء منه بثقة لا تتخذل وأنفة لا تلين. فمن شواهد هذه الثقة بنفسه أنه حملها من ميدان الشجاعة إلى ميدان العلم والرأي، حين كان يقول: اسألوني قبل أن تفقدوني، فوالذي نفسي بيده لا تسألوني في شيء فيما بينكم وبين الساعة، ولا عن فئة تهدي 100 وتضل 100 إلا أنبأتكم بنعاقها وقائدها وسائقها ومناخ ركابها ومحط رحالها. ومن شواهده أنه كان يقول والخارجون عليه يرجمونه بالمرور: ما أعرف أحدا من هذه الأمة عبد الله بعد نبينا وغيري
عبدت الله قبل أن يعبده أحد من هذه الأمة 9 سنين. وزاده اتهامه من حوله معتصما بالثقة بنفسه، فلما عتب عليه خصماه طلحة والزبير أنه ترك مشورته قال: نظرت إلى كتاب الله وموضع لنا وأمرنا بالحكم به فاتبعته، وما استنى النبي صلى الله عليه وسلم فاقتديت، فلم أحتج في ذلك إلى رأيكم ولا رأي غيركم، ولا وقع حكم جهلته فأستشيركما وإخوان المسلمين، ولو كان ذلك لم أرغب عنكما ولا عن غيركما. وأبدى هذا الخليفة من أنه كان رضي الله عنه لا يتكلف ولا يحتال على أن يتألف، بل كان يقول: شر الإخوان من تكلف له، ويقول: إذا احتشب المؤمن أخاه فقد فارقه. فكان الذين ينتظرون منه الاصطناع والإرضاء يخطئون ما انتظروه، ولا سيما إذا هم انتظروه من أرزاق رعاياه وحقوقهم التي اؤتمن عليها، فيحسبون أنهم ألجفوه البينة وأنه الزهو المقصود. وما هو هذا ولا بتلك، إنما هي شجاعة الفارس بلوازمها التي لا تنفصل منها، وإنما هي امتعاض المغموض المسيء ظنا بما حوله يتراءى على سجينه في غير مطاراة ولا رياء. فما كان يتكلف إزهار تلك الخلائق ذهوا كما يسمونه أو جفرة كما يحسبونها، بل كان قصاره ألا يتكلف الإخفاء، فإذا التفت قاصدا إلى ما هو في نفسه فهو لا يقصد العجب ولا يرضاه، بل ينهى عنه ويشتد في اجتنابه، ويوصي من أحب إياك والإعجاب بنفسه والثقة ما يعجبك منها، واعلم أن إعجاب ضد الصواب وآفة الألباب. نعم، كان ملاك الأمر في أخلاق عليه السلام أنه كان لا يتكلف إظهار شيء ولا يتكلف إخفاء شيء، ولا يقبل التكلف حتى من مادحه، فربما أفرط الرجل في الثناء عليه وهو متهم عنده، فلا يدع حتى يعلن له طويته ويقول له: أنا دون ما تقول وفوق ما في نفسك. وكانت قلة التكلف هذا توافق منه خليقته الكبرى من الشجاعة والبأس والامتلاء بالثقة والمنع، وكانت تسلك معه مسلك الحقيقة والمجاز على السواء، كأنه يعني ما يصنع وهو لا يعنيه، وإنما يجيء منه على البديهة كما تجيء الأشياء من معادنها. كان مثلا يخرج إلى مبارزيه حاصر الرأس ومبارزوه مقنعون بالحديد، أفعجيب منه أن يخرج إليه حاسر النفس وهم مقنعون بالحيلة والرياء. وكان يغفل الخضاب أحيانا ويرسل الشيب ناصعا ولا يحرم خضابه في غير ذلك من الأحيان. أفعجيب منه مع هذا أن يقل اختراثه لكل خضاب ساتر ما ستر أو كاشف ما كشف من رأي وخليقة. بل كانت قلة التكلف هذا توافق منه خليقة أخرى كالشجاعة في قوتها ورسوخها، أو هي قريبة للشجاعة في نفس الفارس.